السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسعداء بلقياكم في جلسة جديدة من جلسات قناتكم أخبار وثقافة. واليوم نعود إلى الحديث عن الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ودعوته لدول الساحل والصحراء من أجل تسهيل وصولهم إلى المحيط الأطلسي واجتماعهم بمراكش لتنزيل هذا المشروع الكبير بمشاركة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وطبعا موريتانيا. ومنذ ذلك التاريخ والجزائر تعمل ليل نهار لتعطيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام، فقامت أخيرا بجولات. عطاف يقوم بجولات ويحمل رسائل رئاسية من الرئيس الجزائري إلى كل من موريتانيا وتونس وليبيا. والدبلوماسية الجزائرية حائرة. انقلاب مالي على الجزائر أثر كثيرا عن الجزائر التي كانت تعتبر أن مالي تدخل في أمنها القومي. والاتهامات المتبادلة بين الجزائر ومالي عقدت الأمور، فأصبحت الجزائر تسابق الزمان لإقناع بعض الدول وخاصة موريتانيا لعدم الانخراط في هذا المشروع الاقتصادي الذي سيعود بالنفع العميم على شعوب المنطقة، كما سيساهم هذا المشروع في إقبار المخطط الجزائري ديال تقسيم ديال المغرب. والمشكل المفتعل بطبيعة الحال من طرف الجزائر هي الدعم ديالها دائما للانفصال. وهذه القضية الجزائر اجتمع المجلس الأمن ديالهم برئاسة الرئيس الجزائري واتهم الإمارات بأنها وراء هذه المشاكل التي تتعرض لها الجزائر. يعني الجزائر حائرة كيفاش طوق هذا المشكل، وكانت استنجدت حتى من روسيا، حيث اتصل الوزير عطاف بروسيا من أجل إيجاد حل، خاصة أن الميليشيات أو عصابة فاغنر التي كانت الجزائر قد سهلت مأموريتها للدخول إلى مالي الآن أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الجزائر. وزير الإعلام الجزائري حذر هذه المرة بعض المواقع وبعض المحللين خاصة في المجال الرياضي من أن خرجاتهم وتحليلاتهم وانتقاداتهم لبعض الدول أصبح يعني عبء كذلك على الدبلوماسية الجزائرية، لأن في كلامهم كثيرا من يعني البهلوانية عندما وصفوا أن انتصارهم على موريتانيا أمر حتمي، وإذا انتصرت موريتانيا سنغلق المنابر الرياضية. وكذلك هجوم نشطة الجزائرية باللمين على الكاميرون وبعض الكلام البذيء في حق الشعب الكاميروني. كل هذه الأمور تزيد الدبلوماسية الجزائرية وتزيد الأخطاء المرتكبة للجزائر وتفضحها أمام العالم، لأن الحسن الثاني أحد المرات قال: يعلم العالم مع من حشرنا الله. احنا بغينا السي عطاف هالجولة ديالو اللي قام بها تونس وليبيا والموريتانيا تكون جولة من أجل إنقاذ الاتحاد المغرب العربي، من أجل إنقاذ الاتحاد المغرب الكبير، بدل باش يمشي إما يحتج على الإمارات أو على المغرب بأنه يخلق له مشاكل مع جيرانه. كل هذه الأمور ستتضح من بعد انتهاء هذه الجولات
وبعد أن تتسرب بعض المعلومات حول الرسائل وأهدافها وما المغزى منها في هذه الظروف بالضبط. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث أن بونيف المشهور الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم منظمة الماك بأنها عميلة لإسرائيل ولفرنسا وللمغرب، ويحرض الجزائريين على كرهها ومعاداتها. هذا مجرد أن واحد الناشط ديال الماك، أو ربما ينتمي للماك أو لا ما ينتميش ليه، المهم قال واحد المغربية وهي تحاوره كيف أن بونيف في هذه الظروف الذي نريد فيها يعني تهدئة الأمور ونتمنى عودة العلاقات المغربية الجزائرية، يقوم بهجمات على المغرب بشكل مستمر وبشكل يدل دلالة واضحة على أنه عميل العسكر ويريد تنزيل مخططاتهم على أرض الواقع. بونيف يعني غاضب من هذا الكلام ديال هذا السيد واتهمه بأنه من منظمة الماك المعارضة في الجزائر وبأنه عميل لفرنسا وعميل لإسرائيل. يعني مجرد أن يقول بأننا يجب أن نفتح صفحة جديدة مع أشقائنا المغاربة ونتجاوز هذه الخلافات التي لا معنى لها، ونكررها دائما أن الخلاف الجزائري المغربي هو خلاف مصطنع، وأن الناس ديال اللي يحكموا في الجزائر ربما يدرون أو لا يدرون، المهم هم ينفذون وينزلون مخططا استعماريا، لأن المخططات الاستعمارية هي التفرقة بين الأشقاء العرب وبذل يعني كل جهود من مال وإعلام ومساعدات وعمل جمعوي وحقوق الإنسان من أجل يعني خلق الخلافات وخلق التصدعات بين الشعوب الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، ماشي غير بالمغرب والجزائر ولكن في كل مكان وفي كل زمان، وهذا مستمر دائما. وصل واحد الخبر ديال إقالة 12 مدير ولائي ديال الأمن الوطني الجزائري. مدير الأمن الجديد عازم على نكس كل مخلفات سلفيه بن الشيخ، فقام بإيقاف العديد من ولاة الأمن في البويرة وتيبازا وعنابة والمناطق الأخرى، لأن 12 مدير أمن تم توقيفه وتحويل كثير من الضباط إما إلى جهات أخرى بدون مهام ومتابعتهم. هذا أمر غريب، هل هو يعني من أجل محاربة الفساد أم هي انتقامات وتصدعات بين أجنحته المتواجدة بالجزائر؟ قرار جديد كذلك للرئيس الجزائري هو أن قال كسيدي غادي يرجعوا الناس ديال العسكر من ضباط وجنرالات متقاعدين ولا عاملين، يردوهم باش يكونوا في الدبلوماسية الجزائرية، يعني يكونوا قناصلة وسفراء في الخارج. وهذا شيء جديد، لأن ربما يحس أن الدبلوماسية الجزائرية فشلت في الكثير من الجهات، وهم دائما عندهم الفشل يكون بالنسبة للمروك إلا فشلوا في شي حاجة اللي كانوا يقودوها ضد المروك يعتبروا هذا هو الفشل، لا يهمهم لا فلسطين ولا أي شيء، مهمتهم ومحاربة المغرب ومحاربة الوحدة الترابية للمغرب، وكل شيء يسير على هذا النهج لأنهم لا يريدون إلا معاكسة المغرب. أما الدول الأخرى أو إسرائيل أو أي شيء من القبيل ومجرد يعني مسائل كي يطلقوها لإلهاء الشعب ولخلق واحد حتى عند الشعوب العربية اللي ما عندهاش وعي، اللي ما عارفينش، ماشي ما نقولوش ما عندهمش وعي حاشا، إنما ما عارفينش الأبعاد والمرامي والأهداف ديال الناس ديال العسكر ديال الجزائر. ربما يثقون ويعتقدوا بأن الجزائر ستدافع عن فلسطين، وإنما هو كلام في كلام. حتى ذاك عطاف من قال لك غادي
نواجهوا إسرائيل حقوقيا، خلاوها لجنوب إفريقيا، حتى هما ما قدروش يديروا حتى هذيك، حتى باش يدير دعوة. فما أحرى أن يقول أنني أدافع ويعني أقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. سيقول وأنتم ماذا قدمتم لفلسطين؟ نحن كنا ودائما نقول أننا لظروف العالمية وما يعرفه العالم نجنح إلى السلم والسلام من أجل حل القضية الفلسطينية، لأننا نعرف موازين القوى غير متكافئة، ولا يمكن للإنسان عندما يعرف أن موازين القوى غير متكافئة أن يقوم بانتحار أو يقوم بهذه الأمور. يجب أن تكون يعني دفاعه دفاعا عقلانيا، دفاعا دبلوماسيا، دفاعا في جميع المواقف الدولية. والمغرب دائما داعم لبيت المقدس ولأهل المقدس ولفلسطين، وخص الجزائر والجزائريين الذين دائما يهاجمون في هذه النقطة، أن في المغرب تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وأن في المغرب لما تعرض المسجد الأقصى للحريق أول مؤتمر إسلامي تعقد 69 كان في مدينة الدار البيضاء في المغرب. إذا المغرب، ودائما كان ياسر عرفات ضيفا على جلالة الملك، والمغرب هو من أوصل القضية الفلسطينية حتى بقات عندها حكومة في رام الله، في رام الله، وهذا الشيء خصو يعرفوه، والفلسطينيين يعرفون ذلك جيدا ويعرفون مواقف المغرب معهم، ولكن مواقف المغرب عقلانية متبصرة تسير حسب يعني المنطق ولا تغامر بهذا الشعب الذي نحبه ونكن له كل التقدير والاحترام والمحبة والدعم والمواكبة. والملوك دائما العلويين كانوا مع القضية الفلسطينية، والشعب المغربي كذلك دائما كان يقرن قضية فلسطين الصحراء مغربية فلسطين عربية، هذه كانت الشعارات الدائمة. غادي نتحدث كذلك اليوم على بعض التساقطات التي أفرحت المغاربة. اليوم الحمد لله كان التساقط ديال الأمطار وفرحوا المواطنين، لأن الجفاف الذي عم أثر كثيرا، ولكن الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، حيث وصلت نسبة ملء السدود بالتساقطات الأخيرة 24.8، أنعشت السدود بحوالي 143 مليون متر مكعب، وتبقى هذه النسبة لازالت ضعيفة مقارنة بالنسبة الماضية في السنة الماضية، حيث كانت 31.87% باحتياط 5 مليارات و138 مليون، والاحتياط الحالي لا يتجاوز 3 ملايير و739 مليون متر مربع مكعب. أملنا في الله كبير، وبأن الأيام والأشهر القادمة ستعرف تساقطات تعيد يعني صبيب المياه وتعيد السدود، الملء السدود والخزانات، ورفع من يعني التساقطات ترفع من الفرشة المائية وتعود البسمة للفلاحين إن شاء الله، باش ما يكون غير الخير، وما عودنا الله إلا الخير إن شاء الله. كما هو معلوم أسدل الستار عن البطولة، بطولة آسيا، حيث كان السي عموتة حسين عموتة الإطار الوطني المغربي قد شرف الكرة المغربية، وأوصل الأردن الشقيق إلى مقابلة نصف نهاية التي جمعته مع قطر، وانتهت بانتصار قطر. فمبروك لقطر الانتصار، ومبروك للأردن الشقيقة كذلك الوصول إلى نصف النهاية. إلى النهاية ما ندخلوش في حيثيات ولا بعض المنابر بدأت تتحدث عن التحكيم وكذا، ولكن احنا دائما نبقاو في الحياد. احنا الذي يهمنا هو أن الإطار الوطني أوصل الأردن لأول مرة في تاريخها إلى نهائي كأس آسيا، ونتمنى للشقيقة الأردن التوفيق، ونبارك الفوز للشقيقة قطر في هذا العرس الذي انتهى عربيا، ومن يكونوا العرب اللي انتصر
واللي يلعب مزيان الله يوفقه. كذلك المقابلة النهائية اللي غادي تجمع اليوم وراها تجمع في اللحظات نيجيريا أمام كوت ديفوار. نتمنى التوفيق. حنا ربما المغاربة كاع باغيين كوت ديفوار، ولكن تبقى أن حنا انتصار الروح الرياضية وفوز من لعب أحسن وأجمل. فعلا كوت ديفوار تعترف بالمغرب لأنه ساهم باش ينقذها بعد ما كانت تقصاد تقريبا، ولكن الانتصار ديالو الأخير يعني سهلها باش تبقى في الميدان، والحمد لله هي وصلت حتى النهائي. كذلك نتحدث على الخبر أن رئيس اتحادية الجزائر بعد رفض عدد من المدربين الأجانب يعني تدريب فريق الخضر الجزائري، يعود للاتصال مع بالماضي. ربما غادي يسير على نهج القجع رئيس الجامعة الملكية اللي بدد السير الكراكي. كذلك ربما رئيس الاتحادية الجزائرية يمدد لبالماضي، ونتمنى التوفيق للكرة المغاربية والعربية. إلى هنا ننهي معكم هذه الجلسة. نشكركم على حسن الإصغاء والاستماع، ونطلب منكم فضلا وليس أمرا باش تنخرطوا معنا في القناة وتدعموا القناة وتديروا تعليقات وانتقادات وجيم وبارتاجيو. شكرا لكم ودائما معكم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.